نصيحة لكل بنت داخلة على الجواز أو الخطوبة. بص يا ستي، انت شايفة الشاب ده لطيف وشخصية جميلة وبتحبيه، ودي مشاعر إنسانية جميلة وليها احترامها. بس لو الحب هيوصل للجواز يبقى لنا هنا وقفة. سيادتك لما بتشتري لبس ما بتجيبيش اللي بتحبيه، بتجيبي المناسب ليكي في اللون والمقاس علشان تظهري في أحسن شكل، فبالتالي بتقيسي قبل ما بتشتري. وفي التعليم علشان تعدي من سنة للسنة اللي بعدها بتدخلي امتحان علشان تعدي للسنة اللي بعدها. بالراحة كده، وعايزك تطولي بالك معايا، أنا بحاول أفهمك قصدي يمكن أفيدك، فاصبري لأن ده جواز مش لعب. لازم اللي هترتبطي بيه وتتجوزيه يكون مناسب ليكي، لازم يكون مقاسك، لازم يدخل اختبارات علشان تتأكدي إنه ممكن يعدي من مرحلة الحب والإعجاب للخطوبة وللجواز، واللي فيها المعنى الحقيقي لشيل المسؤولية، وخصوصا مسؤولية الأولاد. واللي قالوا الغيرة والبخل بيخربوا البيوت ما كتبوش. طبعا بتكلم عن الغيرة العشوائية مش الغيرة الطبيعية، والبخل اللي بجد مش الاعتدال. مهم جدا إنك تركزي في الحاجتين دول، والأهم إنك في بداية علاقتكم تاخدي بالك من حتة قراراته عاملة إزاي. هل هي عقلانية ورزينة ولا عشوائية؟ هل في حد بيتحكم في دماغه وبيمشيه، ولا هو عنده شخصية موزونة ومتربي كويس؟ هل هو شخص واخد باله من نظافته ومنظم ولا لأ؟ ولما تدخلي بيته وانت خطيبته ادخلي بصفتك مخبر، مخبر، وراقبي طبيعة التعامل بينه وبين أبوه وأمه وإخواته. راقبي علاقته بأبوه وأمه، راقبي علاقته بيهم، وراقبي علاقة أبوه وأمه ببعض. علشان دي الصورة الواقعية اللي هتبقى في بيتك. شوفي مستوى المعيشة اللي هتبقي فيها عامل إزاي، وإمكانياته المادية الحقيقية. طيب هل معنى كلامي ده إني بجنب الحب؟ أكيد لأ خالص، بس برضو لازم تفهمي إيه هو معنى الحب وإيه شروط استمرار الحب. الحب مش إني أحب حد من النظرة الأولى، ده اسمه إعجاب مش حب. بعد الإعجاب هندخل في مناطق تانية بتكون الحب، زي الارتياح، الأمان، الانبساط، الاحترام، ثم الاحترام، ثم الاحترام، علشان ده اللي بيخلينا نكمل بالمعروف أو نفارق بإحسان. الحب تركيبة مش كلمة. أما شروط إن الحب يكمل بتبقى العقلية والبيئة اللي جاي منها، شكل عيلته، مش ماديا طبعا، أنا بتكلم اجتماعيا. بيشيل المسؤولية ولا لأ؟ بيشيل المسؤولية ولا مامته هي اللي سايقاه؟ والأهم، وأعتقد إن الحكاية دي تفرق كتير، إن كبيره يكون راجل عنده ضمير. فاهمين؟ عنده ضمير، نعرف نرجع له ساعة الخلاف والمشاكل، ودي على أرض الواقع أهم نقطة. طبعا في اللي بتقول هو أنا هعمل كل ده؟ الإجابة لأنك لو ما عملتيش كده هتتعبي بقية حياتك، وهتعملي اللي أصعب وأتعب وأبوخ من كل ده. اللي انت مستكترة تعمليه ده أساس حياتك، وعلى العموم دي حياتك وانت حرة. وعلى فكرة الأمثلة كتيرة قدامك، أنا نفسي كل الناس تشاركني الرأي وينصحوا معايا البنت اللي داخلة على الخطوبة واللي داخلة على الجواز. الجواز مش بطيخة مقفولة زي ما بيقولوا، ده انت اللي بتقعدي جوه البطيخة وبتقفلي على نفسك وما بتشغليش دماغك. المفروض تحبي وتلاحظي وتراقبي وتتابعي ازاي. حاولي تفهمي، ده احنا دايما بنقول الست بتقدر تعمل كذا حاجة في وقت واحد وبمنتهى التركيز، واحنا كرجالة فاشلين في الحكاية دي. عيب لما يبقى عندك الإمكانيات دي كلها ويجي عيل يضحك عليكي وتدخلي معاه حياة ما تناسبكيش، وتبقي لا عارفة ترجعي ولا عارفة تكملي، ومضروبة في الخلاط. بس الخلاط ده الكهرباء ما بتقطعش عنه للأسف. انت أذكى وأقوى وأفهم من كده بكتير، وفهمي يعني ايه حب، لأنك لو فهمتيه غلط هتلبسي. مش علشان خارجين، لا، هتلبسي علشان مدفونين. طب وليه؟ هذه رسالة موجهة